بجد بحبكم كلكم. السلام عليكم، ازيكم شباب؟ الاخبار؟ معاكم سام سموي، وحلقه النهارده ازاي انزل البودي فات بيرسنت بتاعي. في ناس بقى قالت لي من 30 ل 10، وناس قالت لي من 25 ل 12 وربع، واللي قال لي يا كوتش انا نفسي انزل بس من 20 ل 15. مش فارقه الرقم، هم 5 خطوات عشان الحسد برضه لازم يبقوا 5. حلو، هنتبع هذه الخمس خطوات هتخسر دهون. الخطوه الاولى هي كالوريز ان كالوريز اوت، يعني اللي انا بحرقه على مدار اليوم يكون اكتر من اللي انا بدخله. دي نقدر نعملها بطريقتين. اول طريقه هاكل اقل، صح. تاني طريقه هتمرن اكتر. باي تمرين قصدي مجهود ايا كان بقى، همشي، هقعد اجري ورا العيال في البيت، هروح جيم، هلعب بادل، همشي على الحيط، ايا كان. حلو، وهقلل اكلي. اقلل اكلي ازاي؟ ابدا بالكاربز، اقلل كاربز، بعدين اقلل فات، بعدين اقلل بروتين، ولكن بالترتيب ده. فاقلل كارب اكتر حاجه، هيلثي فات. على فكره انا بتكلم عن هيلثي فات، كده كده نمنع السكر والان هيلثي فات اللي هو فاست فود، اللي هو القلي والمحمر والمشمر. حلو، ممكن المشمر اوكي، المحمر لا. تمام، يبقى دي اول نقطه. عندنا ميزان، تخيل ايه جسمك ده ميزان. لو الان اكتر من الاوت هزيد، لو الان اقل من الاوت يعني اللي داخل اقل من اللي طالع هحرق دهون. حسبه بسيطه، تمام، مفهومه. النقطه الثانيه هيت، HIIT. هو ده اسلوب من اساليب التمرين، تنفع في الكارديو، تنفع في اي حاجه زي مثلا التنس، بادل، حتى الكارديو. هو بيحصل ايه بيسيكلي؟ بعمل حاجه باقوى ما عندي، اسرع ما عندي، وبعدين اهدى شويه، وبعدين اجان. فهي ايه؟ لو بار كده او جراف هتلاقيه عامل كده. تعال ناخد اكزامبل بسيط زي الكارديو. احنا ممكن نعمل هيت كارديو ازاي؟ بجري او بمشي اسرع ما عندي لمده دقيقه مثلا. هو طبعا كل مدرب ليه يعني اسلوبه. انا اقول لك اسلوبي. انا بحب اعملها 5 minutes، 5 دقائق افريج. 1 minute very high intensity، يعني احاول اسرع ما عندي، او امشي بسرعه قوي، او اجري بسرعه، او اي حاجه اكسبلوسيف، وبعدين اهدى 4 minutes. بس اهدى مش اقعد ما اعملش حاجه، اقلل الحمل. فلو فور اكزامبل هجري لمده دقيقه، همشي مشي لمده 4 دقائق، مش هقف. دي بتعلي الميتابوليزم، بتحرق دهون، بتستعمل اكسجين اكتر، في افتر بيرن. فحتى لما بهدى بس ما بوقفش، بفضل احرق برضو، مع اني هديت ليفل الاكتيفيتي ده قوي، الاكسبلوسيف موفمنتس، ان انا اعمل حاجه انفجاريه كده ماكسيمم كل اللي اقدر عليه. اقول لك مثلا ال 100 متر مثلا ده اكسبلوسيف، بجري اسرع ما عندي، وبعدين اول ما بيخلص السباق هو مش بيقف، هو بيفضل يكمل، بس يبطأ يبطأ يبطأ. فتخيل بقى يبطأ دي. تعال نقول انه الملعب من بره 400 متر، ده اللي انا فاكره ايام زمان، مش عارف لسه 400 ولا زودوه ولا قللوه. فانت بتجري 100 متر وبعدين بتمشي 300. اول ما توصل الخط ده تاني تجري 100. فانت لو هتعمل ده في النادي، دي طريقه سهله جدا ان انت تعملها. هتحسب 100 متر ستريت وتجري، وبعدين لحد ما توصل لنفس النقطه دي تاني هتمشي مشي هادي بس مش هتقف. حلو، خلصنا من النقطه الثانيه. تعال نخش على النقطه الثالثه، سترينث تريننج، اني ابني عضلات. حلو، لكذا سبب. لما اشيل اوزان وابني عضلات هيحصل كذا حاجه. مبدئيا وانا بشيل اوزان وبعمل مجهود، كده كده انا بحرق، صح، وبعلي ضربات قلبي، فبوصل دم واكسجين اكتر لبقيه جسمي، فهيوصل غذاء وضخ دم لحتت اكتر في جسمي. حلو، دي هتساعد على حرق الدهون. دي نقطه. النقطه الثانيه، لما اتمرن سترينث تريننج، ايه اللي بيحصل؟ عضلاتي بيحصل لها دامج بسيط، اللي هو تشققات بسيطه، اتكلمنا عنها في فيديوز ثانيه، مش هنخش في تفاصيلها قوي. في الحاله دي جسمي بيقعد يريكفر اكتر من يوم. ففي مرحله الريكفري دي انا عمال احرق كالوريز معاه، يعني عشان ابني العضلات انا عمال احرق كالوريز وبودي لها غذاء، ورايح راجع رايح. انت رايح فين يا ابني؟ والله رايحين هناك في عضله تعبانه معانا، محتاجه شويه باور، ومحتاجه بناء، ومحتاجه. دي نقطه تانية. نقطه ثالثه، muscle burns calories automatically، يعني مجرد ان انا فور اكزامبل مثلا عضله البايسبس دي محتاجه كالوريز اكتر من نفس العضله دي من شهرين لما ما كنتش بتمرن خالص. مثلا العضله الاصغر بتحرق كالوريز اكتر اوفرول عامه ان جنرال. فانا لو جسمي بقى شايل عضلات اكتر هيفضل يحرق هو لوحده، بدل ما انا ما عنديش عضلات وعندي دهون. الدهون مش بتحرق حاجه، قاعده كده ما بتعملش حاجه. العضلات بتستعمل كالوريز اكتر فبتحرق دهون اكتر. فمجرد ان انا عندي عضلات اوتوماتيكلي جسمي
بيحرق كالوريز. حلو، يبقى دي النقطه الثالثه، ان انا ابني عضلات، احاول ابني عضلات ابني عضلات ابني عضلات. خلاص سهله. النقطه الرابعه هي انه احاول اكتر اكل بروتين نباتي حيواني مائي هوائي ايا كان، المهم تدخل بروتين اكتر نوع من الماكروز يبقى بروتين. ليه؟ عشان لو جعت ما فكرش اكل بروتين على طول. أأمن اكل ممكن تاكله واخر اكل ممكن تاكله بيتحول لدهون، بمعنى جسمك هيستعمل الكربوهيدرات والفات ويخزنه كدهون اسهل بكتير جدا، وبيختاروا اول حاجه قبل البروتين. ثانيا البروتين الكالوريز فيه قليله، هو الكارب على فكره، بس الكاربز بيتحول لفات اسهل، البروتين اصعب حاجه ان هي تتحول لفات. فكنت عايز ازود اكل، جوعت في النص عايز ازود، يعني الاكل مش كفايه، الدايت حاسه قليل، حاسس ان انا تعبان الى اخره، ازود في البروتين. البروتين هيساعدني على بناء العضلات اللي هي النقطه اللي قبل دي على طول، فهي الى حد ما مربوط قوي بالنقطه اللي قبليها. ابني عضلات ازاي لو مش بدخل بروتين كفايه؟ صح؟ طب انا بجوع اكل ايه؟ كل بروتين، فكتر من البروتين. حلو. والبروتين عامه بطيء شويه في الهضم، مش زي الكارب مثلا، فلما باكل بروتين جسمي بياخد وقت عبال ما يقعد يهضم فيه، وبعد ما بيهضمه بيستعمله في حاجات مفيده قوي، وما تخافش منه قوي، مش بيسبايك الانسولين، مش هيخليك تهبط وتجوع تاني والى اخره زي بقيه الاكل زي الكارب والى اخره. عشان كده كان ممكن اقول لك كارب، بس انت لو كلت كارب بين الوجبات او كترت في الكارب هيتحول لدهون بسهوله جدا، ومع الوقت هيأثر على حساسيه الانسولين، وده هيأثر على تخزين الدهون. فعشان اخلي حساسيتي للانسولين حساس سوم العاشق، نعمل ايه؟ نقلل الكارب خالص عشان ما يبقاش سنسيتيف. فلما ادخل له كارب يعرف يتعامل معاه على طول، ما يتوترش او يقول لا ده قليل ده كتير، انا هفرز انسولين كتير هفرز قليل، ونخش في لخبطه هرمونات. فامن واضمن حاجه في الاكل هي البروتين، يبقى اكتر من البروتين. تعال نخش على النقطه الاخيره وهي النقطه الخامسه. النقطه الخامسه بتقول ايه يا صديقي؟ الصبر. اهدى كده، اتقل وقت. شفت اللي انا قلته ده؟ اقعد عيد وزيده واحده واحده واصبر، ما تعملش ده وتيجي بعد اسبوع فين انا مش شايف. الصبر، كونسيستنسي، الاستمراريه. ليه استمراريه؟ انا بعمل حاجتين، انا بحرق وبعد كده عايز ابدا احافظ على الشكل الجديد. فانا عشان اوصل للشكل اللي انا عايزه اصلا لازم افضل مستمر في كالوري ديفيسيت، وافضل اتمرن وافضل اعمل كارديو وافضل لحد ما اوصل للشكل اللي انا عايزه. بعد ما اوصل للشكل اللي انا عايزه اقدر ابالانس، ابدا ارفع الكالوريز حاجه بسيطه، فيبقى اللي داخل زي اللي خارج، يبقى انا كده مبسوط. فانت ما تتخيلش ان انت هتفضل عامل كالوري ديفيسيت ودايت شاق وتمارين مدى الحياه، لا، انت هتعمل ده فتره لحد ما توصل اللي انت عايزه. بقى وصلته في شهر 3 سنه، المهم توصل له. بعد ما توصل له تقدر ايه؟ تهدي اللعب شويه، الكارديو يبقى اقل شويه، التمرين يبقى اقل شويه، الاكل يبقى فيه مجال اني اخد شيت ميل كل هنا وهنا اكتر. بس المشكله انه بنعمل كل ده لمده اسبوع اسبوعين 3 شهر، وبعدين خلاص ما انا عملت يا عم وما شفتش، يعني خسيت حاجه بسيطه. ايوه حاجه بسيطه، طب لو كنت كملت حاجه بسيطه كمان، ولو كنت كملت حاجه بسيطه كمان، 3 حاجه بسيطه بقت حاجه مش بسيطه، طب 6 حاجه بسيطه بقت حاجه حلوه، 10 حاجه بسيطه بقت حاجه كبيره مش بسيطه. فهي الاستمراريه. احنا مستعجلين على كل حاجه في حياتنا يعني. ده جسمك، وانت شوف بقالك قد ايه ماشي في الطريق الخطأ عشان توصل للجسم اللي مش عاجبك ده دلوقتي. ليه بقى متوقع ان انت تمشي في الطريق الصح يا دوب يومين 3 وكل اللي فات ده مات؟ ما هي مش كده، يعني مش ليلة القدر، هي مش هيغفر لك كل اللي انت عملته في حياتك، لا، هتسعى شوية، هتشتغل شوية على القديم عشان يروح. فالاستمرارية والكونسيستنسي. وطبعا عشان تعمل كل ده والموضوع يبقى بسيط، اشترك معايا اونلاين عشان اعمل لك دايت ونظام تمرين ونظام اكل ونظام ريكفري سهل ومريح وماشي مع يومك، فتعرف تلتزم بيه. المشكله ان احنا بناخد دايت صعب جدا، نيجي على نفسنا شويه وبعدين نزهق ونتعب، ما طبيعي عشان ده مش مناسب حياتك اليوميه. فلازم الدايت اللي تعمله او جدول التمرين اللي تحطه يبقى مناسب مع حياتك اليوميه عشان تقدر تلتزم بيه، عشان ترجعنا للنقطه اللي قبليها اللي هي استمراريه، وبعدين نفضل نرجع للنقط كلها. كان معاك وسام سموي، ودي 5 نقط لو عايز تخسر